اهلا بيكم، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. في الفيديو ده انا هتكلم عن مسلسل المداح اسطورة العودة، وهل هو لسه محافظ على مستواه ولا كفايه عليه كده. وفي اخر الفيديو في مسلسلين كان لازم يتنفخوا من زمان، وانا غلطان ان صبرت عليهم لحد نص رمضان، بس حصل خير. خلونا بقى نبدا كلامنا في الفيديو ده بمسلسل المداح، واللي اتعرض منه 18 حلقة كاملة لحد دلوقتي. فيلا بينا. المداح أسطورة العودة، المسلسل محافظ على جودته وعلى كونه مسلسل ممتع وشيق، هيخليك في انتظار معرفة اللي هيحصل حلقة ورا التانية، حتى وإن كان في بعض الحلقات كانت هادية في أحداثها عن حلقات تانية، لكن ده طبيعي. المداح مسلسل حلو، وكون إنه قادر يتصاعد موسم ورا التاني فدي حاجة لازم تحسب لكل صناع العمل. وترقبي للمسلسل زاد من الحلقة الثامنة مع ظهور الجن موت، واللي بيقوم بدور الممثل القدير جدا حمزة العيالي. كنت متحمس اشوف اداؤه دايما لانه بيعجبني. كمان عجبني قوته كجن في المسلسل، لان الجن صخر كان لعب عيال وما اتكتبش كويس فكان تأثيره ضعيف، لكن الجن موت في الكام حلقة اللي ظهر فيهم فكان تأثيره مرعب. من اولى لحظات خروجه من البحر فالطير اللي في السماء يقع ميت، والصيادين في المنطقة دي ما يلاقوش سمك تاني، للقتل اللي حصل بعد كده ل 12 شخص، لغرق داوود وموت عزيزية و الجن موت كان تحدي حقيقي لصابر المداح. وفي المراجعة دي انا مش هبص لسقطات اخراجية بقى، ولا هذكر مشاهد كانت هتنقطني في المسلسل ده، لاني بحاول اتعامل معاه وانا مسقط له نقلتين كده، فمش هدق دلوقتي يعني. لكن من اكتر الاشياء اللي كانت عجباني في المسلسل هي التوعية، وخليني اقول لكم ازاي. في مسلسل المداح الناس كلها تقريبا بقوا مصدقين سميح وشايفين انه له كرامات وانه المخلص والمنجي من اي شر بيصيبهم. خلاص بقوا مفتونين بيه. طلع الزرع في ارض بور، رجع لام داوود ابنها اللي غرق في البحر، بيغني الطماع عشان يزيد تمسكه بيه، ويقوي الظالم عشان يفضل دايما محتاج له. سميح اسقاط على الفتنه اللي هيواجهها البشر في يوم، وهي فتنه المسيح الدجال. مهم وكويس جدا ان يكون المسلسل دور توعوي للناس، وان فتنه المسيح الدجال هتبقى فتنه شديده جدا للناس، اختبار حقيقي ونهائي لقوه وايمان الشخص بربه. المسلسل بيتصاعد فنيا في الحلقات الاخيره وده ممتاز، واتمنى انه يفضل مكمل في دوره التوعوي اللي معمول فعلا حلو. وكويس اننا نقدر نوعي بالشكل ده، ده استخدام جيد للاعمال الفنيه بدل الاسلوب او الطريقه اللي فيه كتير من الاجيال الجديده ما بقتش فاهماها ولا بتشوفها حتى. فكون ان يتقدم شيء توعوي في قصه مشوقه ومثيره لصراع ازلي بين الخير والشر فده كويس. التمثيل كمان جيد جدا من معظم الممثلين، الاحداث مش متوقعه على المدى القصير حتى لو عارف ومتاكد هي هتنتهي على ايه، لكن ده لا يمنع المفاجآت اللي المسلسل هيفاجئك بيها. وطبعا الموسيقى التصويريه الممتازه والكفيله بنقل جوده كل مشهد هي بتشتغل فيه حقيقه عبقريه. مسلسل المداح مش نوعيه المسلسل اللي ممكن تعجب كل الناس، لكن لازم اقول ان الموسم ده تحديدا عناصر القوه في المسلسل اكتر. تمثيل يحترم قوي من معظم الممثلين، خاصه فتحي عبد الوهاب لانه الاميز لحد دلوقتي في المسلسل بصراحه. وبرافو برضه لحماده هلال اللي حول الاعتقاد عندنا مع اول جزء للمداح انه مسلسل مره كده وخلصنا، لانه في كل موسم يرجع احسن من اللي قبله. واقدر اقول ان حماده هلال لقى نفسه في الدور ده فعلا، لاقي عليه تركيبه المداح من الالف للياء بصراحه، وهو عامل فيها شغل حلو. ويكفي المسلسل ده انه لسه قادر يشدني حلقه ورا حلقه عشان اعرف احداثه، ودي نقطه قوه مهمه ما قدرتش تعملها مسلسلات تانية قررت ان اسيبني منها وخلاص. والمسلسلين بقى اللي قررت اكنسلهم بعد ما صبرت عليهم كتير فعلا هم صيد العقارب وبيت الرفاعي. صيد العقارب لغادة عبد الرازق، وبيت الرفاعي لامير كرارة. ومش هرحمك يا امير على فكره عشان جاب قميص زي بتاعي، ها معلش. المسلسلين دول كده حلو عليهم قوي. انتم مش بس اخدتم فرصه، ده في مسلسلات بدات وانتهت وانتم لسه بنفس الرتابه والملل المستمر في احداثكم المبتدئه. في اداءات تمثيليه في المسلسلين كويسه طبعا لبعض افراده، لكن الكتابه والاخراج ليهم هما الاتنين حاجه نصكم. وما عادش عندي اي فضول بالنسبه لي ان اعرف اي احداث جايه، حتى وان كان بيت الرفاعي متماسك اكتر على صعيد القصه، لكن بصراحه انا فقدت اي شغف او فضول في الفرجه على المسلسلين دول، ومش هكملهم وما رشحهمش لاي حد انه يتفرج ويضيع وقت معاهم. وفي النهايه احب اذكر نفسي واذكركم ما تنسوش تدعوا لاخواتنا، وما تنسوش اللي في مقدرتنا نعمله علشانهم. قاطع، اتبرع، وعرف اهلك واصحابك وولادك قضيه اخواتك. وبس كده، سلام.